السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل كيك الشاي العادي اللي هو الكيك اليومي في الخلاط. سهل جدا وسريع، مش بياخد وقت خالص، وكمان نتيجته ما شاء الله حلوه جدا. زي ما انتم شايفين كده الكيكه يعني عامله زي الاسفنجه، وخفيفه جدا، وكمان لونها ما شاء الله فاتح. يعني الوصفه ان شاء الله ناجحه وتعجبكم جدا. المقادير بتاعتي: معايا 4 بيضات كبار، ولو البيض حجمه صغير ممكن استخدم 5. كوباية لبن، وكوباية زيت، كوباية ونص سكر يكون ابيض ولونه فاتح، لان بجد لون السكر بيفرق جدا في الكيك. معلقة خل، ونص معلقة صغيرة فانيليا، ورشة ملح. هضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما الاقي لون الخليط بتاعي فتح، والسكر داب، وهلاقيه عمل كده زي رغاوي وفقاقيع، يبقى انا كده ضربته كويس. تمام، انا ضربت الخليط كده كويس ولونه فتح خالص والسكر داب. فانا هفضيه بقى كده في بولة، وهنزل عليه ب3 كوبايات دقيق بنفس الكوب اللي انا معايره بيه. وانا نخله الدقيق ده قبل كده مرتين، ودي تالت مرة. وعليهم كيس بيكنج باودر، وهقلب كده من تحت لفوق بالشكل ده. يعني التقليب ده اهم حاجة بقى، اهم خطوة. وبيبان لو احنا بوظنا الكيكة من التقليب ولا لا. يعني وانتي بتقلبي كده من تحت لفوق بالراحة خالص، عشان مش عايزين يعني نخرج الهواء اللي احنا دخلناه لما ضربنا السكر والبيض والحاجات دي مع بعض في الخلاط. فنقلب كده بالراحة من تحت لفوق. وبرضو احنا يعني انتي بنفسك هتعرفي الكيكة بتاعتك ناجحة ولا لأ. بعد ما تخلصي تقليب، لو لقيتي حجم الخليط بتاعك قل، ولونه كده بدأ غير وغمق، ده من كتر التقليب، فبيصفط وحجمه بيقل. والكيكة بتطلع معانا بقى تقيلة ومش هشة كده وخفيفة، فنخلي بالنا من الموضوع ده. تمام كده، خليط الكيك بتاعي بقى جاهز. هحط الخليط بقى في صينية مقاس 26 او 28. حسب ما انا حابة الارتفاع بتاعها يبقى عالي ولا متوسط. انا معايا ده قالب مقاس 24، ارتفاعه عالي 10 سنتي تقريبا. ودهنته زبدة او زيت، ونرش رشة دقيق. وحطيت فيه خليط الكيك كده. هدخل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هتاخد معايا حوالي ساعة. ما شاء الله، ده شكل الكيك بتاعي بعد ما خرج من الفرن. حلو جدا وخفيف. اهم حاجة ما نفتحش على الكيكة خالص وهي في الفرن، علشان ما تهبطش معانا. ممكن نبدأ نوارب الفرن كده ونبص عليها بعد 30 او 35 دقيقة. وبرضو نخلي بالنا باب الفرن ما يترزعش مننا واحنا بنفتح، يعني نفتحه بالراحة جدا، نبص ونقفل تاني. انا سبتها بعد ما بردت كده وقطعت منها حتة. ما شاء الله خفيفة جدا وزي الاسفنجة. المسام بتاعتها ناعمة ومش بتفرول. وكمان زي ما انتم شايفين انا بضغط عليها كتير جدا. يعني في ايدي عاملة زي الاسفنجة. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفة، ولو في سؤال او استفسار ياريت تكتبولي كومنت تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.